الريسي ماتريكس، يا ترى ايه هي الأداة دي وازاي هي مفيدة في إدارة المشاريع؟ دي أداة دورها ان هي تحدد الأدوار والمسؤوليات لكل المعنيين في المشروع أو الستيك هولدرز، ودي بيعملها مدير المشروع في بداية أي مشروع. هتسمعها ساعات بتتقال راسي ماتريكس أو ريسي ماتريكس، مش مهم، المهم اللي انت تعرف معنى كل حرف من الحروف دي. فالار هنا معناها responsibility أو responsible، وهو الفرد اللي هيقوم بالمهام أو التاسك اللي متحددة له. والاي فور accountability او الاكاونتنت، وهو الشخص اللي هيتم محاسبته عن المهام دي. والسي هي الكونسلتنت، والكونسلتنت هو شخص او جهه بنلجأ لها عشان استشاره او سؤال معين في المهام دي. والاي هنا فور انفورميشن او انفورمد، وهو الشخص اللي هنوصل له المعلومه اللي خاصه بالمهمه اللي احنا بنتكلم عليها. فلو مثلا جينا نتكلم عن الموضوع بشكل عملي، فهتلاقي ان الفايل ده عباره عن جزء هنا بنكتب فيه كل المهام والابروفال، المايلستونز المهمة في المشروع، وفي الناحية التانية هنكتب المعنيين أو الستيك هولدرز بتوع المشروع. وهنيجي قدام كل فرد ونكتب ايه علاقته بالمهمة اللي معمولة قدامه. فمثلا لو جينا نشوف أول مهمة ونعتبرها إن هي البروجكت ديليفري، فالبروجكت مانجر هنا هيكون دوره هو ريسبونسبل، هو الشخص اللي هيأدي ويعمل المهمة دي عشان يقدر يعمل ديليفر المشروع. ولكن مين الاكاونتنت؟ الاكاونتنت هنا هو ممكن مديره، البروجرام ليد، الكونستراكشن دايركتور. والكونسلتنت هنا ممكن يكون ان هو شركه استشاريه، او ممكن يكون حد خبير في المجال، او ممكن يكون حتى فريق الاوبريشن تيم عندك لما بتيجي تساله على براند معين، على لون معين، على ماتيريال عايز يستخدمها. والانفورمد ممكن يكون مجلس الاداره او السي او اللي هيكون عايز بس يعرف المعلومات دي. ومجرد ما تكتب كل المهام اللي موجوده في المشروع وتحطه قدام كل فرد من افراد المشروع الحرف الخاص بيه، بكده تكون انت انهيت الريسي ماتريكس. والبين بوك اتكلم على الريسي ماتريكس في كل الاديشن بتاعته تقريبا، وكان بيصنفها اللي هي عليها علاقه بالريسورسز مانجمنت او التيم مانجمنت. ولكن انا كمان بشوف ان هي مهمه جدا في الكوميونيكيشن مانجمنت والستيك هولدر مانجمنت، لان هي هتساعدك ان انت بعد كده تعمل بروبر كوميونيكيشن بلان، وكذلك اللي انت ممكن تحط فيها الستيك هولدرز التانيين اللي في المشروع، ما بين مقاول، ما بين كونسلتنت، بي ام سي، بي ام او، ايا كان، وتحط ادواره ايه في المشروع. في النهايه ما تنسوش ايا كانت المنصه اللي بتتابعونا عليها، فلايك، شير، سبسكرايب والحاجات الحلوه دي، عشان هير فيو هتختصر عليك الطريق.